الرحمن. اسمعوا معي ماذا قالوا في مصر. وهؤلاء الصوفية الذين فتحوا بوابة لدخول هؤلاء، وأشكر الأجهزة المسؤولة حفظهم الله جل وعلا على أنهم فاقوا لذلك أخيرا وأمسكوا بقيادات بعض الطرقيين، وعندهم من الشيعة ما عندهم، ومن الأموال ما عندهم، ومن الحث والحض على الدماء ما عندهم، ومن حزب اللاتي ما عندهم. المهم يا ابن مصر يا من تعارض الزغبي، أقول لك خذها لله جل وعلا، فربما أنا أموت حينما أخرج من هذا المكان، وربما أموت الآن، وسأقف بين يدي الرحيم الرحمن حافيا عاريا، لكني أنذر وأبلغ وأنصح وهي لله خالصة. يا أهل مصر، أقول للإخوان، أقول للصوفي، أقول الذين يدينون من هؤلاء، أقول الذين يثنون على هؤلاء، اسمعوا ما قالوا في مصر. أولا اسمعوها، النقطة الأولى: وسلوني عن التخريج والتحقيق والتوثيق. أقول اسمعوا ماذا قال صاحب بحار الأنوار والقمي وتفسير العياشي والبرهان والمجلسي وغيرهم، فهم يقولون: أول نقطة: أبناء مصر لعنوا على لسان داود عليه السلام فجعل الله منهم القردة والخنازير. يقولون أن أبناء مصر هم الذين لعنهم داود، كذبوا والله وحرفوا كلام الله جل وعلا. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود فجعلوا المصريين هم الملاعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سلوني عن المصدر، لن أخذلكم في كلمة واحدة. بحار الأنوار عندهم الكتاب الشيعي، بحار الأنوار 60-208، تفسير القمي الشيعي صاد 596. راجعوا وسجلوا من خلفي. النقطة الثانية: قال شيخ نسبه إلى أبي عبد الله: انتحوا مصر، اوعوا تدخلوا مصر، تروحوش مصر. ربنا يقول: ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. دول يقول لك لا، قال انتحوا مصر، لا تطلبوا المكث فيها، لا تطلبوا المكث فيها لانه يورث الدياثة. يعني اهل مصر ديايثة، يعني يقولون ان الرجال ديايثة والجنة حرام على الديوث. اهل مصر الابطال، الرجال الذين قهروا اليهود قريبا وقهروهم معيدا، هم الذين قهروا التتار، وما أنقذ الأمة من التتار إلا الرجال من أهل مصر. إن أهل مصر على مدار التاريخ ليس تعصبا لمصر على الإطلاق، هم الأبطال، هم الرجال. صاروا الآن ديايثة، صاروا الآن ديايثة، أي أن الرجل ديوث، وأن الولد ديوث، وأن الابن ديوث، وأن نساءنا على والعياذ بالله على باطل. قطع الله ألسنتكم، قطع الله ألسنتكم. يقول شيخ الإسلام: لا يقوم الإسلام إلا بمصر والشام، ولا يموت الإسلام إلا بموت مصر والشام. إن مصر على رأس الجميع، ليس من باب السياسة ولا التعصب على الإطلاق، ولكن هي لله خالصة بإذن الله. المرجع اطلبوه مني، بحار الأنوار الشيعي 60-211. النقطة الثالثة: بئس البلاد مصر. انظروا ماذا قالوا: بئس البلاد مصر، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه البلدة المباركة التي علمت القريب والبعيد، هذه البلدة المباركة التي يخرج العلم منها الآن إلى سائر الأقطار والأمصار وإلى سائر العباد وبين ظهراني العباد. ومعلوم أن أهل مصر أخيار أطهار أبرار. هذا يقول: بئس البلاد مصر. اسمعوا للمرجع: بحار الأنوار الشيعي 60-210، تفسير العياشي 1-304، البرهان 1-456. النقطة الرابعة: ما غضب الله على بني إسرائيل إلا وأدخلهم مصر، أي أن الله أراد أن يعاقب بني إسرائيل لما غضب عليهم فأدخلهم مصر، لأن مصر ملعونة ولأن أهلها ملعونون. اسمعوا ماذا قالوا: ولا رضي عنهم إلا أخرجهم منها إلى غيرها، أي حينما رضي الله عن بني إسرائيل أخرجهم من مصر إلى غيرها، لأن مصر دار فساد ودار دياثة ودار لعنة. أسأل الله أن يقطع ألسنتهم. المرجع انظروا تفسير العياشي ايضا في هذا، وبحار الانوار تفسير العياشي 1-304، البرهان 1-456 التي تليها. انظر ايضا بحار الانوار 60-208 209، قرب الاسناد صاد 220، تفسير العياش 1-304، البرهان 1-456. انا بقول الكلام عشان اللي بيسجل وراي او يسمع الحلقات، رجعوا من خلفي بالحرف الواحد. فوالله لن احيد في دين الله الى ان تخرج الروح من اعضائي. النقطة التي تلي ذلك: يقول المجلسي ان مصر صارت من شر البلاد، أن مصر صارت من شر البلاد في تلك الأزمنة، لأن أهلها صاروا من أشقى الناس وأكفرهم. أي أنه يقول أن أهل مصر هم الأشقياء، وأن أهل مصر جميعا من الرجال من النساء من الشيوخ من العلماء
من الأطفال كفار، حكموا على مصر بالكفر الأكبر البواح، قالوا أننا كفار. انظروا ماذا بعد ذلك، ماذا بعد ذلك إلى الذين يختلفون معي، ماذا بعد ذلك إلى الذين يطعنونني في ظهري من أهل مصر، ماذا أقول بعد ذلك لهؤلاء الذين انخدعوا بهؤلاء الروافض، ماذا أقول لأبنائنا وأحبابنا من الإخوان المسلمين، ماذا أقول للدراويش من الطرقيين، ماذا أقول بعد ذلك؟ هذه الشهادة أترضون هذا على أنفسكم، على نسائكم، على أولادكم، على آبائكم، على أمهاتكم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا أقول إن العقيدة الخمينية والتي تأصل عليها حسن نصر اللات إنما هي عقيدة فاسدة من ألفها إلى يائها. ركزوا معي لهذا الأمر الجم الخطير، ربما ما يقوله إنسان، ولذلك أنا أقول بإذن رحيم الرحمن، أقول إن العقيدة الخمينية والتي تأصل عليها حسن نصر اللات إنما هي عقيدة فاسدة من ألفها إلى يائها. والمعلوم أن حسن نصر الله ترعن على يدي الخميني، وما أجازه إلا الخميني، وما أعطاه الإجازة العليا إلا الخميني، وما قرضه إلا الخميني. ولذلك حينما يخطب في وسائل الإعلام ترون صورة الخميني على رأسه والعياذ بالله جل وعلا. اسمعوا، لا نتقارب معهم لا في قرآن ولا في سنة ولا بالنسبة للصحابة في الاعتقاد ولا حتى في الأحكام والعبادات. إنهم يقولون بالحرف الواحد، وذكرت ذلك بالتوثيق. إنه لا يربطنا بالقوم أي بأهل السنة لا إله ولا نبي ولا رسول، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما ظنون بهؤلاء الذين يقولون إن فرج النبي سيدخل النار وعزوتها وأخرجتها من مراجعهم؟ ما بالون بالذين يتهمون أم المؤمنين الطاهرة المبرأة بأنها زانية من فوق 7 سماوات جاءت براءتها وهي الطاهرة الحبيبة إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون في حفصة أنها الخائنة، يقولون بأن كفر أبي بكر أعظم وأشر من كفر إبليس، إلى آخر هذه الترهات. اسمعوا معي بالتأصيل والتنظير بالنسبة لعقيدتهم الخمينية التي عليها نصر الله. إذن إيران وجنوب لبنان وبعض العراقيين من الشيعة، أسأل الله أن يهديهم، أسأل الله أن يهديهم، أسأل الله أن يهديهم، والله ليس نكاية فيهم ولكن محبة في العوام حتى آخذ بأيديهم. أقول شذوذات وآراء الخميني الفقهية اسمعوها